بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا والله. معلش انا متغيبه عنكم شويه، بس غصب عني والله، كنت قاعده دور برد جامد وحتى باين على صوتي. معلش. عملت غدوه كده، فهنخش على الفيديو على طول ومش هطول عليكم في الكلام عشان مش قادره اصلا كمان اتكلم. انا عندي جبت 5 وراك، وركين سلقتهم عشان اخد منهم شوربه، ووركين اخدت منهم الكف بتاعهم، وخدت دبابيس عملتها صنفتين. يعني من الفرخه ممكن نعمل كذا صنف. ممكن نعمل بانيه، ونعمل شاورما، وممكن نعمل رز بسمتي. يعني كذا صنف في فرخة واحدة. ماشي، وهعملها لكم برضو. معلش. انا عندي كده بصل، هقطعه حلقات. خلاص. وعندي حتة تومة صغيرة، وحبة فلفل كده اخضر على احمر على حامي على بارد، يعني خلطة كده كويسة. خلاص. واحط الملح، الفلفل، وادعك الكلام ده كلاته مع بعض. ملح وفلفل بس. انا مش عايزه الطعم ده يروح في حاجه تانية، عشان انا هتبل الفراخ تتبيله كويسه. فانا مش عايزه بقى يبقى كلها طعمها رايح في حته تانية خالص. خلاص. احط بقى البطاطس واقلب البطاطس بالبصل كده، بالتوابل اللي انا حطيتها، بالفلفل بالثوم. خلاص كده الصينيه بقت جاهزه معايا. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك والكومنت الحلو، عشان بحبكم في الله. هقطع بقى طماطم، مش كتير، دي بس طعم كده، عشان ما تبقاش البطاطس مبيضة خالص وملهاش لون. خلاص. هقطع بتاع 5 6 طماطمات كده صغيرين، والطماطم اصلا كلها اليومين دولت بلح وبلحة وصغيرة. شكل البلحة كده وصغيرة، مفيش اللي هي الكبيرة بقى اللي هي التفاحي دي. وسعرها معقول، يعني بقت ب10 وب12. فالحمد لله الحمد لله. والبصل نزل شوية بقى ب20. والبطاطس ب15 وب12، مش كلها برضو. خلاص. انا قطعت كده شوية طماطم. هفتح بقى الورك بتاع الفرخة كده، اديله تقطيعة كده عشان لما اجي اتبلها تخش التتبيلة جوه اللحم كده وتديها طعم. خلاص. حطيت بقى الوراك كده على الصينية. هشيل بقى الحاجات اللي كانت فيها الفراخ دي، عشان الزفارة وكده. خلاص. عندي بقى بصلة برضو مفرومة. كل ده انا فرمة البصل كلته مرة واحدة في الكبة اللي هستعمله للاكل كله. خلاص. وحبة فلفل برضو اخضر مع احمر كده، حامي مع بارد. واحط بقى بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وبهارات فراخ، هي 7 بهارات. خلاص كده. واحط شوية كزبرة صغيرين. وهقلب بقى كل الكلام ده، وهحط له بقى الحاجة السحرية اللي هتخلي اللون بتاعها وردي وجميل. احط معلقتين عسل اسمر. العسل الاسمر ده مع الفراخ في التحمير بتبقى تحفه، بتبقى عامله زي المشويه بالظبط، وبتطلع اللون جميل قوي. خلاص كده. هقلب بقى كل الخلطه ديت مع بعضها. طبعا انا ما حطيتش في البطاطس اي توابل غير الملح والفلفل. ليه؟ لان الخلطه دي طبعا اما الفراخ هتستوي هتنزل برضو منها صوص، هينزل على البطاطس، فهيدي طعم للبطاطس كمان مع اللي انا حاطاه. هبدأ بقى احط كده في الفتحات اللي انا فتحتها دي، وادهن الورك كله. طبعا دي من غير الدبوسة، الورك من غير الدبوسة. خلاص اهو بالشكل ده. احط بقى حبة زيت صغيرين كده، لان طبعا الفراخ هتنزل برضو دهون، لانها الوراك بيبقى فيها دهون. احط حبة زيت صغيرين ومعلقة سمنة. بس كده خلصت صينية البطاطس. خلصنا من صينية البطاطس. ماشي. والدبابيس انا تبلتها، بس هطلعها لكم في فيديو تاني. ادي بقيه البصل اللي عندي وبقيه الفلفل اللي عندي، وادي خضره شبت وبقدونس وكزبره. الخضره اتعدلت شويه، كانت الحزمه ب2 جنيه، دلوقتي التلاته ب2 جنيه. انا بقول لكم الاسعار اهوت اللي موجوده في السوق. بحط يعني زي فص توم، عشان بس انا هحط كمون، فعايزه الكمون يظهر، فايه اللي ظهر الكمون؟ التوم. خلاص. احط بقى الملح بتاعي، واحط التوابل اللي انت بتحبي تحطيها على المحشي. اهم حاجه الفلفل والكمون والبابريكا.
بعد كده بقى عايزه تحطي توم باودر، بصل باودر، سبع بهارات، كزبره ناشفه، اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها، ماشي، بس ما تكتريش عشان برضو يعني ايه، ما كل شيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده، كل ما بتكتري توابل كل ما بتضر اكتر، يعني معلقه صغيره كده من كل حاجه. خلاص، هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده لحد ايه ما التتبيله كلها تشرب من بعضها كده، والبصله تشرب من التوابل والخضره وتبقى زي الفل. ماشي كده، ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم، ومتنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو، وعايزه لايكات كتير بقى، لايكات كتير. خلاص، هحط بقى الرز انا غسلاه ومصفياه من الميه خالص. احط بقى ايه، ده كيلو ونص رز، لان انا عامله 2 كيلو بتنجان وكيلو فلفل، ماشي، وهعمل لهم شويه بصل عشان هما بيحبوا البصل المحشي. هقول لكم برضو فكره ان البصل ازاي نحطه. خلاص، انا جبت الصلصه بقى انا مسبكاها، الحاجه الوحيده اللي ده كله ني في ني، بس البصله بس اللي بسبكها عشان ما تسرطش ميه كتير، وتبقى ايه، تدي طعم دي طماطم ما فيهاش صلصه، ما فيهاش صلصه، ما فيهاش مواد حافظه، طماطم طماطم. خلاص، عصرت شويه طماطم حلوين كده، بتاع كيلو ونص 2 كيلو طماطم، يعني الحاجه الوحيده اللي ما بنبخلش عليها في الطماطم. خلاص كده، ادي خلطة المحشي قدامنا اهي زي الفل وجميلة. والبصلة طبعا انا منعماها لانها مش هتتحمر، لو هتتحمر هقطعها كبيرة شوية، بدال هحطها نية، فانا بفرمها كويس في الكب. خلاص، هبدأ احشي بقى ايه البتنجان والفلفل. اقول لكم بقى في البصل بعمله ازاي. بحط مية تغلي في حلة، واقطع البصل من فوق، بقطع بقى ايه العين بتاع البصلة، بس بزيد شوية من عنده، ماشي، وبقطعه من تحت. خلاص، بحطه في المية السخنة لحد ايه ما تجلي غلوة كده، واطفي عليه واسيبه في المية السخنة لحد ما يسيب من بعضه، وابدا بقى ايه بفصصه كده من بعضه، واحشيه، بيبقى طعمه زي السكر. البصل الاحمر ده بيبقى اصلا مسكر، فهم بيحبوه جدا. وادي المحشي بتاعنا، وبألف هنا وشفا. وعملنا البطاطس، وطبعا سلقت بقية الخمس وراك عشان اخد منهم شوربة اسقي المحشي، وعملت شوية ملوخية. وبألف هنا وشفا، متنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو، بحبكم في الله، سلام.